وأخذت القرآن على فضيلة أيضا. بالنسبة للقرآن أخذت القرآن على يد فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز بعواجة عليه رحمة الله ورضي الله. نتحدث شيخ محمد عبد العزيز اللي شاف حضرتك برضو، سمعت انه حضرتك وكثير متاثر به يعني. فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز كان احد قراء مصر بل العالم في جميع القراءات العشر الكبرى والصغرى. نعم. أيوة. وكان عنده بيت يمتاز عن غيره من العلماء في امور. نعم. منها انه عالم بارع في علوم الشرع الشريف. أي مسألة شرعية في أمور الفقه أو التفسير أو الحديث أو الميراث أيا كان عالما بكل المذاهب الشرعية. نعم. فضلا عن القرآن الكريم بالقراءات. تميز أيضا أن له بيت في حوالي فدانين مثلا. ما شاء الله. البيت ده حواليه سور. أيوة. جوه السور بيت بتاعه. في جانب آخر بيت أنشأه وبناه رضي الله عنه للطلاب والمشايخ الذين يتلقون عنه القرآن الكريم. نعم. فمكث يمكثون في بيته. نعم. يفطروا يتغدوا يتعشوا عنده. هو كان له وجبتين. كان يحرص على وجبتين، فطار وغدا فقط لا غير. نعم. بس الغدا بتاعه كان في المغربية. أيوة. آخر النهار. والفطار كان بيبقى الساعة 10. كان ينفق على هؤلاء الطلاب لوجه الله الكريم، يحفظهم القرآن الكريم، يعطيهم مصاريف وهم نازلين من بلاد من يروحوا يزوروا أهلهم. أيوة. كان ياخد مصاريف المواصلات. ده حضرتك اتأثرت بيه الشيخ محمد عبد العزيز؟ تأثرت به جدا جدا في حب القرآن الكريم بدرجة عظيمة جدا. طيب جميل. طبعا انا عشان خاطر بحطات سريعه دكتور احمد، عشان خاطر وقت البرنامج وما نسيبش نقطه يعني. نعم. السيادة خدت كلية